والله هو الناس بس فاهمينه غلط. هو مش بيعمل قلق من عشان يعمل قلق وخلاص. هو اكيد في سبب يعني اكيد ان هو كان بيدافع عن اخته وكان مخبي الموضوع ده، يمكن مش عايز يقول لمامته عشان ما يحصلش مشكله لاخته. فلما لقى الناس كلها بتزعق فيه فبدا يزعق. وهو برضو شايل جواه موضوع الاصابه، يعني حياته كلها اتدمرت. الناس مش قادره تاخد بالها بكده، بس الناس كلها قاعده تقول انت بتتعصب على كل الناس، انت وحش، انت مش عارف ايه، فاهمه؟ ودخلنا في سكه عقوق الوالدين بقى وبتاع والجو ده. بس هو في سبب اكيد، يعني حياته كلها اتدمرت، جاله اصابه كده. هو ان انا كنت نفسي ابقى لعيب كوره وبعمل كل حاجه وبجد، بس طبعا ما وصلتش لاهلي وما ما وصلتش لكل ده يعني. كنت لسه برضو في الاول وكده. بس جالي اصابه فقعدت في البيت. بس ده يعني انا عشت القصه دي قبل كده بس بطريقه مختلفه. انا كنت حاسس بحاجه كده جوايا، عارفه؟ وذكريات بقى كتير بترجع لي، سواء حلوه او سواء وحشه. وانا برضو في الاستاد يعني يمكن كنت حاسس ان انا بحقق حلمي اللي معرفتش احققه قبل كده. فكانت برضو بالنسبه لي فرحه كبيره قوي يعني. وانا جالي اصلا شد في يوم ما احنا بنصور الاستاد ده، بس انا كنت عايز اكمل واجيب الجون اللي هم عايزينه باحلى طريقه وكده، علشان بجد يعني اللي هو انا مش هنزل الملعب ده تاني، فاهمه؟ دي فرصه حياتي، فكان نفسي اعمل كده بجد. كان نفسي تطلع حلو قوي. الحمد لله المشهد طلع حلو. ما اعرفش، بس انا حاسه يعني عاجبني اكتر يعني. حتى وانا بتفرج انا عاجبني اكتر، ومش انا لوحدي يعني، كذا حد شايف كده، كذا حد حاسس ان هو واحنا بنتفرج على التاني ده اقوى ويمكن احسن. مش عارف يعني. هي دي حاجه حلوه عامه بقى بشكل عام، حب الناس يعني، سواء ولاد او بنات او كده. فدي حاجه حلوه الحمد لله يعني، دي من عند ربنا. اقرب حد ليا من اخواتي في المسلسل مالك اللي هو فريد. احنا يمكن قربنا، عايز اقول حاجه، احنا قربنا قوي السنه دي يمكن بكتير كمان. لا ماليش في السوشيال ميديا قوي، بس يعني انا بطلع معاهم كده، فاهمه؟ يعني انا مش بعرف ان انا افتح الكاميرا واصور فيديو انا لوحدي وابدا انا اعمل حاجه او اقف واعمل حركات او كده. لازم يبقى في اصحابي او يبقى في ناس اعمل معاهم فيديو يعني. عامه من العدد والله ما شفتش غيره بجد. بس ممكن اقول لك حاجات شداني كده من بره، ممكن نفسي اتفرج عليها يعني في يوم من الايام. هقول لك حاجه تقولي لي حلوه ولا لا عشان اشوفه يعني ولا لا. ماشي، اشغال شقه. ده حلو. ماشي. والحشاشين. خطير. ماشي. خطير. ولا لا. هي القصة مش حقيقية. ماشي. ايه تاني مسار اجباري. لذيذ. تقترحوا انتوا عليا حاجه اشوفها ده اصلا بقى. ماشي. ده ما جاش رمضان. صح. صدقني شفت له كذا حاجه اللي هو بيجي على التيك توك ده، اللي هي الحاجات القصيره دي. شدني جدا. في اول حلقة دي كانت انا شدني جدا. وشدني في الاول اللي هي المشاهد بتاعت فراج، اللي هي ما هي دي اللي كانت بتطلع لي في الاول اصلا. طب انا عايز اشوف لحظه غضب. انا بظبط ازاي بين المدرسه والتصوير والحاجات دي. هو انا صراحه مش بروح المدرسه يعني، عشان ما ابقاش بكذب عليكي. وبرتجل بقى في الامتحان يعني. مثلا باخد من السؤال، ولو مثلا في يعني لو السؤال ده حسيته متكرر مثلا في تشوز وكده، باخد منه بحطه في الكتابه وكده. بظبط يعني. بعرف اعمل ده. انا لسه خلاص في الامتحانات، بس يعني لما بقى اخلص هبقى عايز اخد ورك شوب. اول حاجه نفسي عايز اطور من نفسي، وعايز اجتهد عشان السنه الجايه اجيلكوا وانا مجتهد اكتر. ماشي.